الموروث جار إشراق من نقوة حرار إكرام ساعة الصدور منصور لي في الأمر ثار يحل عسرة الأمور لا من عزم في الأمر صار كفو على الشدة جسور سلطان النعم المستشار شيخ وله في الركض دور يامر وفي الأمر اختيار وموفق في كل شور عماري الوثبة عمار يا ملتقى في الجنة حور عماري الوثبة عمار يا ملتقى في الجنة حور كثف الوثبة نشور تسعيرة طوال العمار دعم صخيف لا قصور أشواطها تقدح شرار تبغي لها نادر ذيور تاخذ من اوصاف المهار ومن الطيبة سرعة ورجال روحت والشوط نار الطير مع سلف الطيور حطت لي قعدا وبكار مكان مطول الشهور روحت والشوط نار الطير مع سلف الطيور حطت لي قعدا وبكار مكان مطول الشهور توجيه سامي للغرار في كل عام للصدور من المعازب الكبار لطيبهم دوم خمور خليفة اللي له وقار لشعبه بحكمه فخور وخالد اللي له يشار لمن حضر كفو الحضور الهجن عند ما تجار لا يلحق الموروث جار اشراف من نقوة حرار اكرام ساعة مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان، هكذا لا زالت الانطلاقات متواصلة، أشواطنا صباحية متتالية، شوطا ينتهي وشوطا يبدأ من جديد لتتجدد روح النشاط والحيوية لدى ملاك الهجن هنا في هذا الصباح الجميل. انطلاقة جديدة وشوط جديد ينطلق بحفظ من الله ورعايته وتوفيقه. انطلق شوطنا التاسع المخصص لفئة الجعدان الإذاع المحليات الأصايل لهجن أبناء القبائل. أعداد مميزة وشعارات رائعة تحضر في هذا الشوط للبحث عن الناموس، للبحث عن إنجازات تضيفها لرصيد هذه الأسماء الحاضرة. نذهب مباشرة مع كل الحاضرين، مع كل الأخوة المتابعين، لنتابع مجريات هذا الشوط وأحداث هذه الرحلة، ماذا سيجري وماذا سيطري فيها من تحدي ومن إثارة ومن إمتاع مع سن الإذاع. أبدأ مع المركز الأول والمقدمة داغر بالمركز الأول، مصبح بن سعيد بالبثرة الخاطري من يقدم لنا داغر على المركز الأول، بينما المركز الثاني راهي لعنان بن علي بن محمد الموتر النعيمي من يقدم لنا راهي في ثاني المراكز، بينما دمعان ياتي في المركز الثالث لعتيج بن علي بن هزيم المسافري يقدم لنا دمعان على المركز الثالث. المركز الرابع هنا الوصول، هنا القدوم من غدار سالم بن عبد الله بن سالم بن صروخ النعيمي يقدم لنا غدار في رابع المراكز. خامسا شداد يتقدم شداد المركز الخامس في هذه اللحظات، أو هنا الواصل شعار بن منانة يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا سرمد أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي يقدم لنا سرمد على المركز الخامس. المركز السادس الوصول من رعبوب خليفة بن سيب بن مصبح المسافري قادم هنا مع رعبوب. يا سلام يا خليفة، يا سلام على هذا الانطلاق الجميل مع رعبوب، نتمنى لك التوفيق المعرس هنا مع هذا الانطلاق. المركز السادس، سادس المراكز غازي يصل لمصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير الغفلي يقدم لنا غازي على المركز السابع. وفي المركز الثامن، ثامن المراكز، أتابع الأسماء، أتابع الشعارات الواصلة هنا والقادمة في هذا الشوط. المركز الثامن شعار سعيد بن محمد بن سلوم الخاطري يقدم لنا مشكور على المركز الثامن. وفي المركز التاسع يتقدم مبلش لراشد بن
عبد الله بن حميد الخاطري قادم مع مبلش في المركز الثامن. وفي المركز التاسع يصل هنا هملول غدير بن مطر بن غدير بن محمد الكتبي قادم في المركز التاسع. وفي المركز العاشر عاشر المراكز الوصول من مرسال علي بن سعيد بن مبارك الزرعي. هكذا العشر المراكز الأولى اللي عديناها عليكم وعلى مسامعكم، لنعود مجددا من حيث بدينا، نعود مجددا من حيث انطلقنا لنتابع من جديد ماذا يجري، ماذا يطري من أحداث، من تحدي، من إثارة في هذا الشوط. لا زال داغر بالمركز الأول لمصبح بن سعيد بالبذرة الخاطري من يقدم داغر على المقدمة على الصدارة والبداية والمركز الأول. المركز الثاني راهي عنان بن علي بن محمد الموتر من يقدم لنا راهي. والمركز الثالث دمعان يا دمعان عتيج بن علي بن هزيم المسافري من يقدم لنا دمعان على المركز الثالث. المركز الرابع رعبوب لخليفة بن سيف بن مصبح المسافري من يقدم لنا رعبوب على المركز الرابع. المركز الخامس خامسا غازي مصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير الغفلي من يقدم لنا غازي على المركز الخامس. والمركز السادس سرمد أحمد بن سعيد بن منانة يقدم لنا سرمد بالمركز السادس. والمركز السابع هنا الوصول وتقدم من غدار سالم بن عبد الله بن سالم بن صروخ النعيمي يقدم لنا غدار. المركز الثامن. وفي المركز التاسع هذا هو القادم مشكور سعيد بن محمد بن سلومة الخاطري يقدم لنا مشكور على المركز التاسع. والمركز العاشر يصل هنا مرسال لعلي بن سعيد بن مبارك الزرعي. هكذا العشر المراكز الأولى المتقدمة، الكل يتابع المسار، الكل يبحث عن الناموس، الكل يبحث عن تسجيل نقطة في صباح هذا اليوم. هنا 1500 متر ما بقى عن خط النهاية، وداغر بدأ يباعد المسار، بدأ ينفرد، بدأ يباعد الخطوة، يباعد عن بقية الأسماء. هنا بالمركز الأول يغرد خارج السرب ما شاء الله تبارك الله مصبح بن سعيد بالبثرة الخاطري من يقدم لنا داغر على المركز الأول. اقتربنا من الكيلو الأخير، كيلو الاختبار، كيلو الامتحان. هنا مع هذا الانطلاق المركز الثاني رعبوب يا رعبوب خليفة بن سيف بن مصبح المسافري من يقدم لنا رعبوب. وبن عمير قادم مع غازي مصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير الغفلي. المركز الرابع لعتيج بن علي بن هزيم المسافري من يقدم لنا دمعان. المركز الرابع يا سلام بن منانة في المركز الخامس. ولكن خلونا على الصدارة، خلونا مع المقدمة لأن خلاص اقتربنا من نهاية الشوط. 400 600 متر الأخيرة، 600 متر الأخيرة، جولة الأوامر الأخيرة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله على هذا الأداء، على هذا السير. هذا هو داغر يطير بالمركز الأول، يطير على الصدارة، يحلق في أجواء السوان. هنا بالمركز الأول راعي العوايد، راعي الإنجازات في رصيده الإنجازات العديدة من يوم كان فطيم إلى أن وصل اليوم مع سن الإذاع. وهذه أول مشاركة له في هذا الموسم هنا في ميدان السوان. دخول قوي يسجله داغر في هذا الصباح. تهانينا لمصبح بن سعيد بالبثرة الخاطري على هذا الأداء اللي قدمه داغر. تهانينا، سلام يا داغر، سلام يا داغر، سلام. تهانينا لمصبح بن سعيد بالبثرة الخاطري على هذا الأداء المميز والأداء الجميل. المركز الثاني شعار بن عمير الغفلي مصبح بن محمد بن عبد الله بن عمير مع غازي. والمركز الثالث رعبوب لخليفة بن سيف بن المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء خليفة بن سيف بن مصبح المسافري. والمركز الرابع دمعان لعتيج بن علي بن هزيم المسافري. والمركز الخامس
المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، وبقية المراكز اتركها عند أعضاء خط النهاية. هنا هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء. المركز